بعد مرور عام على طوفان الأقصى، وبعد مرور عام على الاعتداءات الصهيونية على إخواننا في غزة، يتساءل الكثير من الناس: ماذا قدمت الأمة لطوفان الأقصى؟ وماذا قدمت الأمة لإخواننا في غزة ولأهلنا في غزة؟ والحقيقة المرة الذي لم يستوعبها إلا قليل من الناس وتفاجأ بها الكثير أن الأمة قدمت لغزة ولطوفان الأقصى الخذلان. مع الأسف الشديد، هذا الخذلان الذي لم يكن يستوعبه الجميع، وإنما كان فئة بسيطة من المجتمع كانت تستوعب ذلك لمعرفتها أن الأمة قد قيدت قبل عقود من الزمن، قيدت بجميع فئاتها، قيدت إمكانياتها، قيدت وسائلها، قيد إعلامها، إلا ما رحم ربي. هذا الخذلان الذي أصاب هذه الأمة لا يجب أن يسأل السؤال ماذا قدمت الأمة لغزة، بل يجب أن يكون السؤال: ماذا قدم الطوفان للأمة؟ ليس ذلك فقط، بل ماذا قدم الطوفان للإنسانية بأجمعها؟ وأقول بعد مرور عام: لقد قدم طوفان الأقصى للأمة الإسلامية وللعالم بأجمعه الكثير والكثير على جميع المستويات وعلى جميع الأنشطة. فمثلا على مستوى العوام فقد أعاد للأمة عودتها إلى دينها، أعاد للأمة عزتها، أعاد للأمة كرامتها، أعاد للأمة تحقيق، وكم من فئة قليلة تحقيق قول الله سبحانه وتعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. بإذن الله سبحانه وتعالى، ليس بإذن أحد، ليس بإذن الأمم المتحدة، وليس بإذن مجلس الأمن، وليس بإذن التحالفات، وليس باسم الجامعة العربية، وليس باسم منظمة المؤتمر الإسلامي، لا، بل بإذن الله سبحانه وتعالى إذا توكلوا على الله. فالنموذج الذي حصل في غزة أعاد لهؤلاء النهضة، وأعاد لهم الثقة بدينهم، بل وأعادهم إلى حاضنة التدين وحاضنة العودة إلى الله سبحانه وتعالى. هنالك أحد المشايخ وهو عائد من أنقرة إلى اسطنبول يقول: كنت في الطائرة ومعي بعض المترجمين الذي يترجمون معي، فجاءت امرأة متبرجة تلبس القليل من الملابس، فعندما رأتني بالجبة والعمة فقالت للمترجم: أهذا الشيخ سيذهب إلى غزة؟ إذا سيذهب سأذهب معه. انظروا كيف أعادت طوفان الأقصى للأمة حتى على مستوى غير المتدينين، حتى على المستوى العوام، حتى على مستوى الذين مبتعدين عن التمسك بدينهم. هذا ما أعاده طوفان الأقصى للأمة. على مستوى النخب والعلماء والأساتذة والمفكرين أعاد للأمة أنهم لا تيأسوا، فما تقومون به من تعليم وتربية حقيقية وتعليم للقرآن وتعليم لأمور الشرع، انظروا نتائجه ما هو. لا تيأسوا، هؤلاء الذين تربوا في غزة على ثلة من أهل العلم ومن أهل الدين ومن معلم القرآن، انظروا ماذا أنتجوا، أعادوا للأمة العزة. فلا تيأسوا، فأعاد للأمة نشوتهم وثباتهم واعتقادهم بأن تعليمهم لم يذهب سدى. أعاد هذا الطوفان للأمة على مستوى الحكومات وعلى مستوى الدول الإسلامية التي كانت مكروهة كثير منها، مضغوط على كثير منها بالهرولة إلى التطبيع وللاستسلام لهؤلاء اليهود، كان مجبرين على ذلك لأنهم أصبحوا في وضع لا يحمد. أعاد لهم أن توقفوا عن الهرولة، أن مسكوا فرامل، توقفوا عن هؤلاء الذين كانوا يدفعونهم من أبناء جلدتهم والذين أصبحوا خاضعين للمحفل الماسوني والمحفل الصهيوني. استطاعوا أن يتوقفوا وأن يقول لهم: قفوا، ليس هكذا. وأعاد للأمة
بل للعالم بأكمله وأجمعه معرفته وحقيقة الحضارة الزائفة التي قامت باسم الإنسانية وهي ليست إنسانية. الحضارة الغربية التي كانوا يتشدقون علينا فيها ويتشدقون أنهم لحماية الإنسان وحقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، التي فضحت هذا الزيف وفضحت هذا الادعاء. بل أن طوفان الأقصى قدم للعالم بأسره وقدم لحكومات أوروبا ولأمريكا ولكثير من الحكومات أنكم مستعمرون من قبل هذه الفئة الصهيونية، هذه الفئة الماسونية التي سيطرت على مقدراتكم واستولت على رؤسائكم واستولت على مصادر أفكاركم وقيدتها وسيرتها كما تريد. فأنتم المستعمرون وليس غزة، أنتم الذين يتحكمون بكم ويسيرونكم لكي يتحكموا بالعالم بأكمله. هذا هو طوفان الأقصى، هذا هو طوفان الأقصى الذي أعاد للبشرية بأكملها وبأجمعها عزتها ونخوتها وحريتها. وأنا أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذنا بتقصيرنا تجاههم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.